الموقف الآخر هو مواقف للأطفال. إزاي هو الطفل ابن هينصر النبي؟ أكيد. وخلي بالك، لما ابنك الطفل يتعلم نصرة النبي هيتعلم منك أنت، أو هيتعلم من مراتك. سيدنا معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء طفلين في غزوة بدر، يأتي إلى سيدنا عبد الرحمن بن عوف، هما الاثنين هدفهم يقتلوا أبو جهل. ليه؟ يروح لسيدنا عبد الرحمن وكده يهمس في أذنيه: يا عم أرنا أبا جهل. ليه انتوا عايزينه في إيه؟ قال: لقد سمعنا أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ده انتوا أطفال صغيرين. تحركت مشاعر الأطفال ناحية النبي، لأن سمعوا، بس سمعوا إن أبو جهل سب النبي. إحنا بنسمع وبنشوف وما بتتحركش المشاعر. إحنا يا إخواني مش عايزين نقول الثورات، لا لا لا، إحنا عايزين نقول خليك عقلاني وقدم شيء. ده أنت لو طلعت ابنك زي سيدنا معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، طلعهم نماذج زي كده تنصر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النماذج لا تتخيلها. لو جاء الإنسان بابنه أو ببنته في نصرة الإسلام والمسلمين، هذا عمل خير تأتي به يوم القيامة وتكون فخور به في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي يا إخواني تعلموا الأطفال السيرة؟ إزاي يا إخواني تعلموا الأطفال إن هم ينصروا النبي من صغرهم؟ سيدنا معاذ وسيدنا معاذ دول الأطفال الصغيرين دول كانوا متربيين فين؟ أكيد أسرة ملتزمة. أكيد الأب والأم مين؟ أكيد ناس يعني تعلموا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يا إخواني، إن أنت تعلم ابنك نصرة النبي، اوعى أو احذر إن أنت تقلل من شأنها. علمه، ما أنت بتعلمه في مدارس أجنبية، ما أنت بتعلمه اللغات، ما أنت بتعلمه السباحة، كل الأشياء دي جميلة، ولكن علمته سيرة النبي، علمته سنة النبي، علمته القرآن، كيف يتعلم القرآن، كيف يقرأ القرآن، علمته ازاي يقدم شيء للإسلام، علمته ان ازاي يكون شغله الشاغل الآخرة والدين. كل هذه المواقف يا اخواني لابد ان نتعلم منها، لاننا سوف نحاسب عليها.